غادي يدير معنا واحد نصف يوم. بالمناسبه كنشكروا البعثه المصريه اللي حاضره معنا التذاكر الخاصه للتاريخ باعتبار عنده التزام اليوم فاس، ولكن يوم السبت غادي يكون حاضر معنا في لقاء خاص نديروا يوم تركي ومصري ايضا. توصلنا بوزير الثقافه الذي كيشكر الاخوه غادي يحضر معنا يا اما يوم الجمعه والسبت، باعتبار ان اللحظه اللي كنديروا فيها المهرجان في هذه اللحظه ينعقد المجلس ديال الحكومه وكنتعذر عليه الحضور، ولكن سيحضر معنا ان شاء الله. ايضا في دوله اليمن تحضر معنا في هذا اللقاء من خلال الخبير والمستشار لتدريب رؤساء ووزراء في اليمن الاستاذ عبد الغني اسكندر. في كلمه بالمناسبه السي عبد الغني اسكندر يتقدم لنا يمثل دوله اليمن. تحت تصفيقاتكم مرحبا بالاستاذ عبد الغني اسكندر، وهو أستاذ يقوم بتدريب وزراء وكبار أطر الدولة ويعمل في السلك الدبلوماسي. مرحبا أستاذ عبد الغني. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. شرف كبير لي أن ألتقي في هذا المهرجان الرائع وأمامي أكاديميين من رؤساء جامعات وأعضاء وسفراء ومسؤولين وقيادات مجلس محلي ومسؤولي المجلس القروي. هذا شرف كبير لي وقد استمتعت وأنا أرى التراث المغربي في الأناشيد التي قدمتها الفرق المسرحية. أنا متخصص في مجال التنمية البشرية وفي تطوير القدرات الذاتية على وجه الخصوص، وأعمل محاضرات في عدة دول ومن ضمنها المملكة المغربية، وهذه هي الزيارة الثالثة لي في المملكة المغربية، ولكن الزيارة الأولى في مولاي بوسلهام. فنحن نتحدث دائما أن العنصر البشري إذا أدرك مفاهيم الإدارة ورسم رؤية بعيدة للمستقبل يستطيع أن يحقق المستحيل، باعتبار أن النجاح يكمن في ذواتنا، عملا بقول الشاعر: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وهذا هو دور الجمعيات والمنظمات. نشكر مؤسسة نالسيا التي أقامت هذا المهرجان الكرنفالي الكبير الرائع الذي يعني مهرجان دولي وتقدم خدمة مجتمعية، وهذه القيمة الحقيقية للمنظمات والجمعيات التي تعمل في هذه الجزئية، بمعنى أن يكون لها بصمة في النهضة الوطنية على مستوى المملكة المغربية. أنا جئت من الشرق وقد لاحظت هذه الخيام في المجتمعات الشرقية لحل المشكلات. رأيت خيام في المملكة المغربية غير الخيام التي رأيتها في الشرق، حيث هذه الخيام ليست لحل المشكلات وإنما للبناء والعطاء والتنمية، وهذا يعود بفضل الله تعالى إلى الشعب المغربي، الشعب الذي يمتلك القيادة الحكيمة التي تجاوزت الأزمة والمحنة التي مرت بها بلاد الشرق. فشرف كبير لي مرة أخرى أن ألتقي بكم وأن أحضر معكم، ولي أنا ستكون دورة إن شاء الله في القنيطرة مدة يومين، الاثنين والأحد في قاعة البلدية وقاعة الصناعة والتجارة، في مجال تنمية القدرات الذاتية للشباب. نركز نحن على فئات الشباب لأنهم هم عماد المستقبل، والذين لو تدربوا وتنمت مهاراتهم يمكن أن يتركوا بصمة عظيمة في بناء الوطن. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا استاذ عبد الغني اسكندر. انا اتمنى ان اتلقن عليك بعض الدروس لانني احتاج الى القدرات حتى اواصل التنشيط الاعلامي. فانا فوجئت بحضور المستشار الثقافي عبد الغني، وحقيقه في احد اللقاءات من خلال القدرات الكفاءات لجمعيه المجتمعات